السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بقى مش وصفة ولا أي حاجة، بس هي رسالة نفسي أوصلها ليكم وأوصلها لكل الناس بصراحة. فيعني يا ريت بقى اللي يشوف الفيديو ده يا ريت يشيره كده عشان نقدر كده نوصله للناس كلها، لأنه فعلا من الحاجات اللي يعني أزمة العصر دلوقتي، وهو اللانش بوكس بتاع المدرسة. بصراحة يعني أنا شفت مواقف كتير كده مرت عليا، بيبقى الموضوع صعب جدا يعني. احنا بنقعد نعمل وصفات كتير لللانش بوكس والحاجات دي، بس احنا ليه بقى مش بنرجع لزمان كده ونرجع لأيام زمان، وهو ان الموضوع بسيط جدا وسهل. احنا ليه بنعمل بقى الحاجات اللي بنعملها كتير قوي في اللانش بوكس، ونعمل مش عارفة سندوتشات برجر وسندوتشات كفتة ومش عارفة حاجات يعني كلها. ليه؟ ايه لازمتها؟ عايزه افهم يعني. وفي نفس الوقت اصلا احنا يعني الاطفال دول بيروحوا المدرسه في وقت فطار مش وقت غدا. طب ليه ما نستناش بقى لما يرجعوا كده من البيت ويتغدوا براحتهم؟ يعني خلوا الحاجات دي لو ربنا فتحها عليكم وموسعها عليكم، ويا رب يوسعها على المسلمين جميعا يا رب. خلوا الحاجات دي للبيت، يعني بلاش بقى نودي اولادنا المدرسه بالحاجات دي ويبصوا لبعض. وبعدين بيبقى اصعب حاجه بقى على الام والاب ان الطفل ممكن يروح البيت يقول له مامته وبابا انا صاحبي كان معاه كذا وهما ما معهمش يجيبوه. ليه مش بناخد بالنا من بعض ونراعي بعض شويه يعني؟ الموضوع ده صعب جدا على فكرة، وبيبقى أصعب جدا على الأم والأب. فيعني خلي السندوتشات التقليدية اللي احنا متعودين عليها هي دي تبقى في اللانش بوكس. يعني بلاش بقى الحاجات الأوفر اللي بنعملها دلوقتي. هو سندوتش الجبنة، سندوتش مربى، سندوتش حلاوة، الحاجات اللي ولادكم بيحبوها في الفطار ليه ما نحطهاش بس وخلاص؟ يعني ايه لازمته بقى الحاجات اللي التانية اللي ملهاش لازمة دي؟ وفي ناس كمان انا بستغرب قوي بقى، الناس اللي بتبقى عامله بقى مكرونه بشاميل، تبقى عامله حاجات. يعني دي وجبات غدا يا جماعه مش فطار. يعني هو الطفل رايح الصبح لسه مفطرش، يعني فطروه بعدين وغدوه. يعني هو يفطر إيه؟ ازاي الناس تفطر بقى سندوتشات برجر وسندوتشات كفته ومكرونه بالبشاميل؟ مش فاهمه يعني. فهو الطبيعي اصلا في اللانش بوكس ده يعني هو سندوتش الجبنه وخلاص، على كده سندوتش جبنه رومي، سندوتش جبنه بيضه، اللي اولادكم بيحبوه اعملوه بس وخلاص. يعني عشان حتى الاولاد ما يبصوش لبعض، ويبقى حد مثلا لو انتوا بقى عايزين تعملوا كده خلاص يبقى اعملوا حساب بقى لاصحابهم بقى في المدرسه كمان، عشان يبقى الطفل يبقى قاعد ويدي كمان صحابه. انما ما تعملوش لاولادكم والناس والاطفال التانيين يبصوا عليهم. يعني احنا كناس كبيره ممكن لو انت حتى نفسك في حاجه انت ممكن تستحملي، انما الطفل مش هيتقبل ده، يعني هتحذف نفسيته جدا. فيعني ارجوكوا يا جماعه بلاش موضوع الافوره في اللانش بوكس. هو حاجه يعني ابسط الحاجات ممكن نعملها. وفي البيت زي ما قلت لكم اكلوا ولادكم زي ما انتوا عايزين، يعني اللي انتوا عايزين ان شاء الله، حتى تجيبوا لهم خروف كده وتحطوه قدامهم بالهنا والشفا يا رب. بس زي ما قلت لكم يعني نحاول بالله عليكم نبسط الموضوع في اللانش بوكس ده، ونحاول ان احنا على قد ما نقدر نراعي بعض ونراعي مشاعر بعض، لان احنا فعلا في زمن يعني الموضوع بقى صعب على ناس كتير. يعني عايزه اقول لكم ان ممكن سندوتش الجبنه ده في ناس ما تقدرش تجيبه، يعني بجد صدقوني والله في ناس فعلا محتاجه، وفي ناس ما بتقدرش تجيب الحاجات دي. يعني شوفوا ابسط الحاجات اللي بالنسبه لكم بسيطه جدا ممكن تبقى صعبه جدا على ناس تانية. فبلاش تحملوهم فوق طاقتهم، وكمان وخصوصا بقى نفسيا. يعني كفايه ان هم يبقى نفسيتهم تعبانه ان هم مش قادرين يجيبوا لاولادهم كده، والاولاد يبصوا لبعض والكلام ده. فيعني هو الموضوع بسيط جدا، خدوه ببساطه كده. وزي ما قلت لكم هو بس سندوتشات الجبنه في الفطار في اللانش بوكس وخلاص. وكمان عايزه اقول لكم حاجه، مش لازم لانش بوكس يعني، يعني هو كيس وخلاص. كيس احنا كلنا اتربينا كده، وكلنا في المدارس كنا بناخد كده. ما كناش ما شفناش الحاجات المستجده دي اللي احنا ابدعناها اصلا، هي ما كانتش موجوده اصلا. الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده، احنا اللي ابدعناها. فيعني ماشي ممكن نحط مثلا عصير لو ولادكم طبعا مش عايزين تدوهم فلوس ولا حاجه. هنحط لهم حاجه بسيطه كده، شوكولاته صغيره، عصير مع شويه خيار، شويه فلفل الوان، حاجات برضو مفيده. وفي نفس الوقت يعني على قد الايد برضو نوعا ما. ولو انتوا عندكم فاكهه ممكن نحط لهم قطع فاكهه، اي فاكهه عندكم خلاص على كده يعني فاهمين. مش بلاش بقى ان احنا نحط حاجات يعني ممكن ناس كتير ما تقدرش تجيبها. بس منتهى البساطه اهوت، ولانش بوكس جاهز، وحاجات وحاجه مغذيه برضو لاطفالنا، ولما يرجعوا البيت ياكلوا براحتهم اللي انتوا عايزين تاكلوه لهم. يا رب بقى بجد يعني الفكرة تكون وصلت، ويا رب الناس يعني تحاول ان هي تراعي بعض شوية ونراعي ظروف بعض شوية، لان الموضوع ده بيعمل ازمة كبيرة جدا.
ويا رب ان شاء الله على قد ما تقدروا يا ربنا يجعله في ميزان حسناتكم كده. تقدروا توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من الناس وتشيروه على قد ما تقدروا، عشان فعلا يعني نفسي الرسالة دي توصل لكل الناس، وكل الناس تراعي بعض. وربنا يا رب يوسعها علينا جميعا ويرزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم امين يا رب. ويا رب اهم حاجة طبعا ان ربنا يهدي ولادنا ويجعلهم ذرية صالحة يا رب، ويجعلهم كده من المتفوقين، مش بالاكل بقى والشرب وان احنا نتمنظر على بعض والكلام ده. طبعا في ناس اكيد فاهمة اللي انا بقوله، لان في ناس بتاخدها اصلا ان هي منظرة يعني، ولازم ده يبقى احسن من ده ويجيب مش عارفة ايه الكلام اللي احنا بنبقى عارفينه ده. فعيشوا ببساطة كده لان الحياة ابسط مما تتخيلوا. وفي الاخر يعني ربنا يا رب يهدلنا ولادنا بس اهم حاجة، وربنا يخليهم لكم يا رب ويحفظهم من كل سوء يا رب. وشكرا بقى ان انتوا استمريتوا معايا كده وسمعتوني للاخر. والسلام عليكم.